راح نستقبلوا في ركن ضيف العدد نادي النهضة الاقتصادية، والحديث عنها أكثر يحضر بجانب رئيس النادي زين الدين حجوج. مساء الخير. أهلا بكم وشكرا على الاستضافة الطيبة. العفو. إذا زين الدين، أول نقطة تعرفنا بالنادي ديالكم؟ إذا نادي النهضة الاقتصادية هو نادي هو نادي علمي أولا، يختص بمجالات عديدة بدءا من الابتكار إلى التكنولوجيا إلى اقتصاد المعرفة إلى المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال. هذه المجالات التي يرتكز عليها اهتمام النادي، وعليه ترتكز أيضا نشاطاتنا فعالياتنا في المجال، نفس المجالات السابق ذكرها. هذا ما نقوم به، وهدفنا أولا هو توعوي. هدفنا أيضا هو تكوين طلبة لأجل المضي أكثر في هذه المجالات نظرا للاهتمام بها البالغ، سواء على الصعيد الدولي أو على صعيد الجزائر. لما نتكلموا على النظرة الجديدة للاقتصاد الجديد، اقتصاد يرتكز على اقتصاد المعرفة، فنحن نولي أهمية بالغة لتكوين الإنسان. طيب، النادي المقر تاعو في ولاية البويرة؟ نعم، بجامعة البويرة. نادي النهضة الاقتصادية هو نادي تابع لجامعة البويرة، ينشط داخل جامعة البويرة، مقره أيضا داخل جامعة البويرة. طيب، هو حديث النشأة؟ نعم، هو حديث النشأة، تأسس سنة 2021. كان في تأسيسه عدد من الطلبة الراغبين والحالمين الذين يسودهم جو الطموح لأجل الاهتمام بهذه المجالات، ولأجل مشاركة تجاربهم وخبراتهم، وكذا مشاركة خبرات من دونهم من الأساتذة، مدربين، مكونين، وهذا مشفوع في عدة أحداث. نعم. طيب، إذا لما نقولوا نادي النهضة الاقتصادية، منين جات هذه التسمية؟ نتكلموا على النهضة الاقتصادية، أولا هي حلم كل شاب، حلم كل من يدرس، وحلم كل من يدرك أهمية النهضة الاقتصادية في المعيشة أو في المستوى المعيشي للأفراد، في المستوى آخر نتكلم عن نهوض بالأمة بصفة عامة. فالنهضة الاقتصادية أولا هي فكر، أو هي مستوحاة من فكر مالك بن نبي الذي يقول أنه ليس الاقتصاد فقط تشييد بنك وتعبيد طرق، إنما الاقتصاد أيضا هو تشييد إنسان. لما نتكلم على تشييد إنسان، نحن نتكلم عن تعبيد طاقاته، نتكلم عن تكوينه في مجالات مختلفة. هذا الشيء الذي خلانا نختار هذه التسمية، وهو كتاب جميل جدا لمالك بن نبي اسمه شروط النهضة. التسمية من شروط النهضة إلى الحلم الاقتصادي، اخترنا أن يكون مزيج بين ذلك وذا، فكانت النهضة الاقتصادية، وهذا نادي النهضة. طيب، من الأفكار إلى الابتكار، هذا شعار النادي ديالكم. نعم. على ماذا يعتمد يعني نادي النهضة؟ نعم، من الأفكار إلى الابتكار هو شعار تحدي أقامه نادي النهضة، وهو في مرحلته الأولى. نتكلم على تحدي الطالب الريادي، التحدي الذي بدأ بمرحلة تكوين الطلبة، أقيم أيام 20 22 فيفري الفارط. كانت هذه المرحلة الأولى للحدث، وين شفنا تكوينات مختلفة، 12 دورة تدريبية مكثفة في 3 أيام. شفنا عدة نخب، شفنا نخب عائدة من الخارج، شفنا أحسن مخترع عربي شاب يشارك خبرته في مجال البيتش وفي مجال مهارة العرض مع شباب. شفنا جلسات أخرى تتعلق بالبي ام سي وأهميته بالنسبة للمؤسسة الناشئة. شفنا أيضا محاضرة قيمة حول مؤسسة ناشئة من إعداد خبير اقتصادي. شفنا مهارات رائد أعمال. إذا البرنامج التدريبي للطالب الريادي كان قايم على 5 محاور أساسية. البرنامج بالضبط وش كان فيه؟ طيب، على حسب ما فهمت أنه النقطة ولا الأمر اللي يميز يعني النادي ديالكم على غير النوادي اللي نشوفوهم هو أنكم تعتمدوا على ميزة النشر. نعم، نحن نشارك الخبرات ونشارك ما نقوم به وما نكتسبه، سواء على مستوى الأفراد سواء على مستوى المتعاونين معنا أيضا. فنحن نركز على مشاركة المعرفة، لأنه مشاركة المعرفة هي الدور الأساسي للنادي، هي الدور الأساسي للنادي في محيطه الجامعي أولا، في محيطه الولائي وفي محيطه الوطني. لما لا؟ فالنشر نرى به طريقة لبلوغ
هدفنا الكبير وحلمنا الكبير وحلم جميع الشباب اللي هو النهضة الاقتصادية، ولما لا. يعني حتى هذا الامر يلعب دور كبير، لانه لما لا بيرسون زعما عندكم كي تجي دير انفورماسيون ولا دير دورات تكوينيه ولا حتى تدريبيه، يعني واش تستفاد ما راح تخليه عندكم برك، يعني حتى الناس اللي يقدروا بدون ما يجونا يديروا عندكم لي فورماسيون راح يتعلموا من خلال مواقعكم ولا المنصات الرقميه ديالكم. صحيح. نحن نتبع حاليا سياسة في النشر أو التسويق بالمحتوى، تسويق لأفكارنا أولا، اللي هي أفكار مستوحاة من الخارطة الجديدة لوزارة التعليم العالي التي ترتكز على اقتصاد المعرفة، ترتكز على طريقة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في بلوغ الهدف الاقتصادي، تعتمد أيضا على مجال الذكاء الاصطناعي. فهذه هي بوصلتنا، نحن نستقيها من وزارة التعليم العالي ومن وزارة المؤسسات الناشئة التي أصبحت الآن وزارة اقتصاد المعرفة. نعم. طيب لما نتحدثوا على ورشات عمل، نعم. شكون اللي يقوم بهذه الورشات؟ نعم. احنا نركز في قيام بأي ورشة على أنه يكون الشخص اللي يقوم أو يقدم هذه الورشة أو ينشطها على أنه يكون عنده جانبين، جانب أكاديمي مميز وجانب نظري مميز. فكما نعلم أنه مجال ريادة الأعمال يحتاج إلى الكثير من السقوط والنهوض، يحتاج الكثير من المقاومة، لأنه لا يكفيه كتب ولا تكفيه معلومات أكاديمية، يختلف من سوق إلى سوق، يتغير بتغير ظرفية محددة. فنحن نركز على أن يكون عنده خبرة ميدانية ويكون عنده زاد علمي لا بأس به. فبناء على ذلك اخترنا أسماء مميزة جدا في الجزائر. اخترنا مثلا أحسن عربي شاب مخترع في العالم، أحسن مسوق سلع إلكترونية، هذا اخترنا له مجال وأعطينا له الفرصة ليشارك خبرته في مجال الإلقاء، عفوا في مجال الإلقاء بصفة عامة، لكن في المؤسسات الناشئة هو مجال العرض والتقديم. فالعرض والتقديم مجال مهم، اخترنا له مقدم مهم. أيضا اخترنا مجالات أخرى، شفنا خبير اقتصادي سيد حمام دا عبد اللطيف الذي شارك الطلبة بخبرته الميدانية، بخبرته في الاستيراد، بخبرته في إنشاء مؤسسات، بخبرته في تسيير المؤسسات، بخبرته في ما يعرف بالمؤسسات المتعثرة والنهوض بها. فهذه الأشياء تخلي المحاضرات وتخلي الجلسات قيمة وعندها أثر أكثر، لأنه محتكة بواقع، محتكة بتجارب، فما تكونش مجردة من الواقع. لما نتحدثوا على الاحتكاك والتجارب والواقع، نقدر نقولوا يعني تعتمدوا أيضا على يعني ميزة تطوير شبكة العلاقات؟ نعم، احنا نركزوا جدا على شبكة العلاقات. لماذا؟ لأنه أي نظام بيئي يكون على أي مستوى، على أي دولة، النظام البيئي هذا هو اللي يرتكز بشكل كبير على العلاقات. لأنه لو نشوفوا الآن ونولوا بالزمن إلى زاوية محددة أو إلى حقبة محددة، نشوفوا مثلا أنه لما كان فيسبوك يتأسس، تويتر، غيرهم من المواقع، كانت كاينة شبكة علاقات. واللي يبحث قليلا يصيب أنه تويتر انشق من فيسبوك وإلى غير ذلك، عفوا واتساب انشق من فيسبوك إلى غير ذلك. فهذا يبين أنه الرواد عندهم شبكة علاقات وعندهم مساحات لتبادل الآراء. فأنا نظن أنه الإبداع لا يأتي منقطعا ولا يأتي بانفراد، لكن لازم يكون احتكاك وترعرع وهذا ما يسمى الذكاء الجماعي. طيب لما نقولوا أنكم تستقبلوا طلبة عندكم في النادي ديالكم، هل كيفاش عن طريق ماذا باش يعني تبينوا لهم، ولا كيفاش يعني الميولات تاعهم وطريقهم عن طريق ماذا تساعدوهم؟ أولا احنا المخرطين تاعنا عندنا مجموعة شروط أو مجموعة مهارات نعلن عنها في فترات محددة. بعد كل حدث نعلن عن فتح تسجيل وفتح الانخراط. احنا بنينا واحد الهوية أو واحد الانطباع في ذهن الطلبة أنه هذا النادي راح يعاونهم وراح يكون أيضا عندهم واجبات. هذا الشيئين يخلوا المنظم يكون عنده مهارات محددة. أولا نتكلم عن منظم ليشارك الخبرات، المنظم اللي ينظم. وعندنا صيغة أخرى في الانخراط بالنادي، هي انخراط من نوع استفادة فقط. هذا النوع يستفيد الطالب بجميع البرامج التي يقوم بها النادي وجميع الدورات إلى آخره.
يكون استفادة محضة، ما يكونش لازم عليه يقدم. أما في النوع الثاني نركزوا أيضا على مجموعة مهارات، نركزوا أيضا على الالتزام، نركزوا أيضا على أنه يكون يرى نفس النظرة التي يراها نادي النهضة الاقتصادية، يكون عنده نفس المبدأ بصفة عامة، يكون عنده نفس التوجه، لأنه نحن نتكلموا احنا اليوم قدر توجه ريادة الأعمال ما يكونش صالح لجميع الناس، وهذا طبيعي جدا. طيب اليوم نادي النهضة الاقتصادية يسهر أيضا على خلق البيئة المناسبة للطلبة. نعم، وهذا ما نسميه احنا بمجتمع النهضة. مجتمع النهضة نرى أنه يتكون أولا من الأفراد، لأنه باش تقنع إنسان بأي فكرة يليق يكون عندك أفراد يعيشون مع الفكرة، يتعايشون معها ويبرزونها بتصرفاتهم، بأفكارهم، بحواراتهم، بتطبيقاتهم، حتى بمشاريعهم. فأولا نشوفوا الأفراد أنه لازم يكونوا عندنا أفراد كفاءة، أفراد قابلين أنهم يؤثروا في طلبة آخرين ليدخلوا معهم غمار هذه التجربة. من الأفراد ننتقل إلى الوسائل التكنولوجية التي نولي لها أهمية بالغة. نتكلم على منصات التواصل الاجتماعي. احنا دوما نشوف أن التسويق بالمحتوى شيء مهم جدا، شيء يؤثر يوميا على تفكير الناس، فما بالك على تفكير الشباب اللي مازال ما كونوش قاعدة بيانات إن صح القول اللي تخليهم يميزوا بين الصائب والغير صائب. فدور النادي هنا يكون توعوي أيضا. فنشوفوا أنه صناعة المحتوى مهمة جدا، وهذا اللي نشوفوه احنا على منصاتنا، واللي راح نكونوا مقبلين عليه أيضا في شهر رمضان. حيكون عندنا سهرات تتسم بأنها تكون حلقات. راح نشوفوا المشاريع تاعكم. نعم. مادام قبل ما نختم معك فقط، لو نتحدث على المرافقة، هل كاين مرافقة بعد التكوينات ويعني التدريبات لكم تقدموهم لهم؟ أولا نحن نبقي على اتصالاتنا أقول مع جميع المدربين. فجميع المدربين نتخذ اللي اخترناهم احنا نتخذ منهم ملهمين، وعلى ذلك هم يحسوا أنهم عندهم دور في النادي، دور مهم جدا. أنه إن صح التسمية نسموهم مستشارين. فدوما لما يكون عندنا أي انشغال من أي طالب نرجع إلى شبكة العلاقات اللي أنت قلتي أنها مهمة جدا، وفعلا هي مهمة جدا. نرجع لشبكة العلاقات، المدربين اللي تعاملوا مع النادي وإرشاداتهم قد يدلون على أشخاص آخرين في حالة أنه الشخص يحتاج استشارة من قبل كفاءة في مجال محدد. هكذا يكون التواصل. وإلا عندنا طرق أخرى للتواصل، نتواصلهم مع الحاضنات، نتواصلهم أيضا مع المديريات والمؤسسات اللي تكون من اهتماماتها أو تكون المشكل المندرج ضمن قائمة مهامها. طيب لو نتحدث أنه النادي النهضة الاقتصادية يقدم شهادة مشاركة للمشاركين ديالهم، هذه يعني الشهادة فاش تقدر تساعدهم باش هكا يعني المشاهدين لما يشوفوا فينا، بالك الشباب لما يشوفوا فينا تكون عندهم الفكرة؟ أولا ما بديتي من شهادة، أولا البرومو اللي استعملناه أو الومضة الإشارية اللي استعملناها في الإعلان عن الطالب الريادي كانت أن الشهادة وحدها لا تكفي. فنظرتنا أولا أن الشهادة جزء مهم، لكنها لا تعكس بالضرورة أن الشخص هذا كفاءة، قد تعكس أنه أكمل برنامج تدريبي، وهذا اللي نكتبوه احنا في الشهادة. طيب. يعني لنكون صادقين، نحن نشهد أنه الشخص هذا أكمل برنامج تدريبي، لكن لا نشهد أنه هذا الشخص مثلا صار كفاءة في مجال محدد، لأنه الكفاءة تتسم بالأداء أولا والأداء. تمام. لأنه لازم يؤدي هذاك الدور، لازم يؤدي الواجبات تاعو باش تكون الشهادة المناسبة للشخص المناسب. فاحنا شهادة نمنح الشهادة أولا. لماذا؟ لأنه مازال أولا عندنا في المؤسسات تاعنا والوضع الاقتصادي وفي المناخ الاقتصادي تاعنا مازالت الشهادة مطلوبة، يعني تلعب دور أيضا مثل ما هو سائر في جميع دول العالم، حتى مع نحكوا على السيليكون فالي أو وادي السيليكون فالي. الأمر هذا منطبق هنالك، لكن نركز بشكل أكثر على أن الشهادة تكون مرفوقة بخبرة، تكون مرفوقة بالجانب التطبيقي، بالمهارات اللازمة. نعم، تكون عندها أكثر مصداقية عبر التحلي بالمهارات اللازمة اللي تكون تعرض لها الطلبة في هذا التكوين وفي هذه الورشة. طيب إحصائيات تقول أكثر من 350 مشروع مسجل و250 متدرب
واكثر من 25 مدرب. هذه قبل كان من قبل. نعم، طيب. هذه قبل الحدث اليوم الأخير. اليوم شحال أنا لاحقين؟ اليوم أظن أنه ضفنا لقائمة المتدربين 100 متدرب ما شاء الله. محدد، لأنه احنا كي نفتحوا التسجيلات لأي برنامج تدريبي ما نفتحوش تسجيلات لأي شخص، وهذا اللي كان يحكي لك عليه الأستاذ أستاذ رضوان. أنه تجزأ السوق، وإن كان الموضوع لا يشابهنا، ما نقدرش نسميه سوق، نقدر نسموه مجتمع ولا مهتمين، إلا أنه نجزئوا السوق إلى أكثر فئة مهتمة، وهذا الشيء اللي يعطينا ما الغاية مردود. منها يعني؟ المردود طبعا. المردود. ما فائدة أنه يكون عندي 5000 متكون ويكون عندي في أرض الواقع واحد جرب يدير فكرة أعمال؟ ما نشوفوش أنه العدد مهم بقدر ما تهم الفعالية، وهذا نشوفوه في البرنامج التدريبي. لا خير في كثير طيب. إلا من يتبع. أكيد. طيب 14 جويلية 2022. نعم. حدث؟ نعم. حدثنا عليه؟ نتكلموا على حدث تي اي سي. تي اي سي او المسمى بفكر ابدع تمكن، واللي هي المراحل الاساسيه لميلاد مشاريع واعده، لميلاد مشاريع عندها نظره بعيده وعندها افق بعيد. ففكر ابدع تمكن هو تحدي اللي كان اللي يشمل 58 ولايه، وشفنا فيه ازيد من 350 عملية تسجيل لحامل فكرة، وين شفنا مختلف ولايات الوطن، مختلف الشباب على شكل فرق، كاين اللي شارك فرديا، كاين اللي كان عنده فريق وكان متقدم في الأمور. هذا الحدث أولا كان بمنطق أنه التكوين أولا، فشفنا المرحلة الأولى اللي كانت مرحلة التكوين، شفنا المرحلة الأولى اللي كانت بعد فرز التسجيلات واختيار الأفكار اللي تواصل معنا، لأنه قلت لك قبل قليل نركز على الفعالية. فبعد ما اخترنا الأفكار واختارت لجنة التحكيم الأفكار اللي شفتها أنه أقرب إلى البيئة الجزائرية، أقرب للتطبيق فيما يضاهي الاقتصاد الجزائري، فيما يضاهي الوضعية البيئية للاقتصاد الجزائري، فيما يضاهي الإمكانيات المادية، لأنه كاين مشاريع تتطلب تكاليف ضخمة، وهذا الشيء اللي ما نشوفوش مع التوجه تاعنا حاليا، لأنه نركزوا أكثر في الجزائر على المؤسسات المصغرة والناشئة اللي يكون عندها نمو أثر أكبر للاقتصاد. هذه كانت مجموعة معايير اللي نختاروا بها المشاريع. بعدها فتنا في مخيم مغلق، كان قبله مخيم أونلاين أشرفت عليه إحدى الحاضنات، وشفنا برنامج تكويني وبرنامج احتضان، وين شفنا عدة ورشات تدريبية في مجالات هي الأساسية لريادة الأعمال، هي الأساسية لقيام مؤسسات ناشئة. وين شفنا مثلا نتكلموا على مخطط الأعمال التجارية، نتكلموا على التسويق الاستراتيجي، نتكلموا على التفكير التصميمي، نتكلموا على توليد الفكرة. هذه مهارات وهذه ورشات مهمة. بعدين كانت عندنا ورشات حضورية ضمن البرنامج الحضوري اللي تم في ولاية البويرة بالتعاون مع ولاية البويرة تحت رعاية كان عمل تنسيقي؟ نعم، تحت رعاية السامية لولاية البويرة. بعدها شفنا برنامج تكويني حضوري، شفنا نخب من هذا الوطن، شفنا كفاءات في مجالات مختلفة قدمت ما عليها وساهمت بخبراتها وأعطتهم عصارة تجاربهم لنقول. بعدها مرينا إلى مرحلة التحدي، وهذه المرحلة مهمة جدا، لأنه ريادة الأعمال تتسم بجو التحدي، وتتسم بجو المغامرة، وتتسم بجو من حب المركز الأول. فهكذا هم الرواد يحبون الريادة. فشفنا مشاريع خسرت، ونقولوا أنه ما كاش خاسر في ريادة الأعمال، لأنه من الممكن أنه هذه المشاريع تنجح في الوسط الاقتصادي. يعني تبقى تجربة راح يتعلموا منها. أكيد. وشفنا مشاريع نجحت وهي الآن تواصل غمار تجربتها، وشفنا هذه المشاريع. هل كاين اليوم بالك طلبة عندكم ولا ناس منضمين ولا منخرطين معكم في هذا النادي نجحوا يعني حقوا مشاريعهم؟ احنا شفنا نماذج اللي كانت مرافقة للنادي. شفنا منصات التعليم مثلا، منصة تواصل اجتماعي، أول منصة تواصل اجتماعي بين الأستاذ والتلميذ.
كانت أحد الطلبة اللي كان مرافق لنا. أيضا كان عندنا مشاريع أخرى في مجال، أيضا يوجد مشروع آخر لأنوه، مشروع خاص بالنظام البيئي للمقاولات في الحين تحدثوا الجزائر. عليه. هذا هو في طور البرمجة مهم. حاليا. لما يجهز إن شاء الله نجو إن شاء نتكلموا الله. عليه، ولما نحصلوا على وسم علامة ابتكار إن شاء نتكلموا عليه. الله يا رب. طيب سيد زين الدين حجوج، كونك رئيس النادي النهضة الاقتصادية، أنت على دراية وعلى اطلاع يعني وشنو هما المجالات اللي نقدروا نشوفوهم يعني عندكم أكثر ميولا الشباب تاعنا لهم؟ أنا أشوف أن الشباب اليوم يميل أكثر لمشروعه الخاص، يميل أكثر لفكر الرأسمالية، يميل أكثر لفكر أنه يولد مشاريع. فمن هذا الباب أنا نشوف أنه اهتمام الطلبة أولا تكون في الفريلانس، تكون في تجارب العمل الحر، لأنه يحس عنده مهارة، ويحس عنده وقت أكثر يناسب جو الإبداع، يقدر يبدع، يقدر. فنشوف أنه اهتماماته أولا تكون في مجال الفريلانس والعمل الحر، تكون في مجال التكوين والمهارات، لأنه المهارات كما نعلم هي ما تجعل الإنسان إنسان مهم لدى الناس. كلما قلت مهاراتك كثر اعتمادك على الناس، والعكس أصوب. طيب لو نحطوا على جانب آخر، اليوم عندكم نادي النهضة الاقتصادية، تهتمون أيضا ديروا بدورات تصوير، دورات إسعافات أولية، يعني العديد من المجالات. احنا في نادي النهضة الاقتصادية نركز على أننا كوننا جزء من المجتمع لا يتجزأ. فاهتمامنا أو تخصصنا بمجال ريادة الأعمال لا يعني أننا نكون في معزل عن المجالات الأخرى. نشوفوا مثلا هذه الورشات تكون لفرد صالح في المجتمع. يعني نشوفوا مثلا برنامج وزارة التعليم العالي عندها برنامج يسمى طالب 5 نجوم، يركز على إعطاء أو منح طالب كل نجمة عندما يكمل دورا من أدواره كطالب. شوفوا الدور المجتمعي، الدور في البحث العلمي، الدور التطوعي، هكذا نرى طيب. الطالب كيف يكون. نعم. طيب طبعا يعني طلبة لا يشوف فينا الآن ولا المشاهدين ولا أي إنسان يتبع فينا الآن، كيفاش يعني شروط الانضمام ولا الانخراط عندكم في النادي؟ أولا نقول الاهتمام. أولا الاهتمام. لماذا الاهتمام؟ لأن الاهتمام يعقبه أو يليه تقدر تتعلم، تقدر تكتسب مهارة. إذا كان الاهتمام صادق بالمجال هذا تقدر أولا نكون حققنا الشرط الأول. ثانيا التمتع بإحدى المهارات. نتكلم على فريق اللي يكون مسير للنادي ويكون هو المبادر. أما الانخراط فهو مفتوح للجميع، فقط يكون عندنا اهتمام بالمجالات الأساسية اللي احنا مهتمين بها، اللي هي اقتصاد المعرفة، ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا، أيضا الفريلانس. هذه المجالات التي نراها اختصاصنا. طيب باختصار مشاريع مستقبلية؟ مشاريع مستقبلية. نحن اليوم نطمح أولا لإكمال البرنامج التدريبي الطالب الريادي الذي أنهينا الشطر الأول منه، اللي هو مرحلة التدريب وسميناها مرحلة التمكين. كملنا هذه المرحلة. الآن مقبلين على مرحلة تدريب أونلاين، وبعدها مرحلة التحدي، وبعدها مرحلة التتويج اللي نشوفوا فيها مرافقة. فأولا نشوف أنه طموحنا وهمتنا الكبيرة هي فيما نراه صوب أعيننا، وهو إكمال البرنامج التدريبي أولا طالب ريادي. ثانيا لما لا يكون عام في مختلف جامعات الوطن، لأنه برنامج تدريبي مقسم على عدة محاور. ما شفناش برنامج تدريبي مشابه. لما نتكلموا على برنامج تدريبي يهتم بمجال المهارة، أول مجالات أول محاور اللي يركز عليها البرنامج هي المهارة والاستعداد. فقبل أن تبادر في أي شيء يلق لك مجموعة مهارات. بعدها شفنا محور الفكرة والمشروع، من فكرة إلى مشروع. هذا محور تندرج ضمنه مجموعة دورات. وشفنا أيضا محور التسويق، يعني العديد من المحاور. نتمنى أنه يكون يستفادوا منه طلبة إن شاء الله. مشاريع أخرى نحن نعمل على مواكبة احتياجات الطلبة. نحن حابين نديروا أيضا حدث كبير في مجال الفريلانس، ونقربوا أكثر قدوات هذا الشباب من الفريلانس، يكونوا أقرب إليه، يشاركوهم تجاربهم بدون سوشيال ميديا، بدون
بدون خلفيات، بدون أي بعد آخر. إن شاء الله. طيب شكرا لك سيد عز الدين حجوج، رئيس نادي النهضة الاقتصادية. مشاهدينا